السلام عليكم. في خبر اليوم، صدمت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي الدولي المغربي حكيم زياش بقرار جديد. ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية، فقد قرر إدارة البلوز التخلص من زياش بعرضه على مجموعة من الفرق الأوروبية. وبحسب ذات المصادر، فإن النادي اللندني بصدد تدشين مشروع جديد يقضي بالتخلص من مجموعة من اللاعبين الصيف القادم مقابل تعويضهم بلاعبين جدد. ويعتبر نادي تشيلسي من أكثر الأندية إنفاقا للأموال في الميركاتو الشتوي المنصرم، حيث كلفه التعاقد مع الأرجنتيني إنزو لوحده مبلغ 120 مليون يورو دفعها لنادي بنفيكا البرتغالي. ويضع تشيلسي إنتر ميلان الإيطالي على رأس الأندية التي قد توافق على مقترحه، حيث سبق للأخير أن تعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي السابق. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم.